حياكم الله معنا. ضيفتي الليلة استفزتنا بأسماعنا عندما بدأت كفنانة كويتية شابة، هي ملحنة ومطربة لها محاولات في الكتابة للأغاني، وبالرغم من أن عمرها الفني قد يكون للبعض قصير إلا أنها استطاعت أن تبرز موهبتها بشكل كبير كملحنة. تعاونت مع عدد كبير من النجوم في الكويت والعالم العربي أيضا، ومن كبار النجوم أيضا. نجحت كمطربة. الليلة راح نتعرف عليها بشكل أكبر لأني شخصيا بحثت عنها. رفضت الظهور في أول الأيام وبعد ذلك بدأ الظهور الخجول، واليوم استمتع بوجود أنين ممتع مع وجود الأنين. حياك الله معي. الله يحييك يا حبيبتي. أول ما استفزني اسمك الأنين، ليش؟ الأنين هو لقب طبعا. لقب أعطاني إياه فواز، أستاذ فواز مرزوق فنان. يعني فواز مرزوق هو اللي أطلق عليك هذا الشيء. حس في الصوت في نبرة حزن وأنين. هو قال لي أنت يعني ملكة كلاسيك، يعني الرومبا بالتحديد، فعلشان كذي قال لي الأنين. حتى مو أنين، لازم الأنين. بس بيني وبين الجمهور والناس كذي أحب أنين، بس لما ينكتب بالألبوم ولا شغل الأنين. إيش حبيتي من أغاني فواز؟ كلهم. يعني ما في واحدة استفزتك إن أنت تغنين؟ ان انا اغني له، يعني انا اغني له وايد، احب اغانيه وايد. يعني اي اغنيه فيهم من اغانيه اللي حبيتيها اكثر وكان ودك انها تكون لك مو له؟ وايد، مو واحده، لانه هو وايد جوا كلاسيك. هو يعني وايد احسه قريب من، يعني قريب مني. طيب نقول ان كنتي تعمدين في البدايه عدم الكشف عن وجهك او الهويه العامه، كان في الخفاء لفتره طويله، ليش؟ أنا ما كنت مفكرة في الغنى. وبعدين يعني كان لي حب إن أنا حابة ألحن، مو حابة على أساس أطلع، يعني أحب شغلة حابة أسويها. بس شلون عرفتي التلحين؟ بصدفة. شلون؟ ودي أعرف هالصدفة. والله طبعا قلت السالفة هذه مليون مرة. نخليها مليون وواحد. مليون وواحد على تو الليل. شلون كان الموضوع؟ والله سمعت كانوا كاتبين بالجريدة خبر عن راشد الماجد بينزل ألبوم، وكاتبين نص مقطع قصير إنه كان راح يكون في الألبوم. فكنت ناطرة وقصة الجريدة، كنت أحبه وايد على كلمات الأغنية هذه. إيه، فقصيت الجريدة ونطرت. لما نزل الألبوم مو موجود النص، فالثاني ضيق خلقي. ما تلحقت الأغنية. سويتي هالحركة كم مرة علشان نعرف؟ لا هذه بس هي من هني بلشت يعني. اوكي. أيه. بس لحنتيها؟ ايه لحنتها وسمعتها، يعني الاسبوع جمعت بيت جدتي سمعتها خالتي. كم كان عمرك وقتها؟ ما اتذكر صراحة. اوكي، بس ما تذكرين الكلمات شنو كانت، اللحن شلون لحنتيها؟ والله يعني مو ذاك الوايد اتذكرها. بس هي نزلت بس بعدين بعد فترة خذاها فهد الحداد، شفتها بألبومه بعدين. أعجبتك ولا كنتي حابة اللي أنت لحنتي؟ أمانة. حبيتها وايد. وايد يعني كنت أنا أوريدي يعني كنت حابة الكلام. يعني أستاذ فهد بعد فنان وايد، يعني روحه وطريقة في الغنى ولا أسلوب وايد حلو. طيب بداية بنسمع، بعدها نبدأ نبلش بقصة الكورال وغيره. ايش راح نسمع بالأول؟ أسمعكم كان زين. كان زين. كان زين كل ما هو لها عليك ألقاك قدامي يا زين. كان زين كان زين كل ما قلبي يبيك تشتاق ما تقولي بعدين. كان زين تحبني مو بس بالحكي، يحبني لحد البكي. كان
قلبي نصين، تحبني مو بس بالحكي، حبني لحد البكي كان زين. إذا بغيتك ما تقص قلبي نصين، بري براربي بري براربي. عن جد أنين، يعني أحس الونة موجودة داخل هذا الصوت، لكن البعض يحس نقول نوعا ما يمكن هذا اللي خلاك قريبة من الفنانة نوال بالتعاملات في بعض الأحيان. في الإحساس هذا المتقارب بينكم؟ هو ما في إحساس متقارب. هو الإنسان لما تحبينه بيصير في تقارب. التقارب مني مو منها. بالضبط، أنا جاية بقول لك يعني أنت حبيتي أكيد نوال، فصار منو ما يحبها؟ الحس أكيد. هي سؤال نقول منو ما يحبها بعدين. طيب احنا نقول ان البعض يتهمونك بان انت تقلدينها. والله البعض يتهموني بوايد اشياء، يعني مو بس هذا. وبعدين اذا حتى كنت انا يعني حتى لو يتهموني في هذا الشيء، انا شيء يشرفني صراحه. شنو اللي يتهمونك فيه غير يعني هالاشياء؟ عادي وايد شغلات عموما، يعني مثلا ستايل او شيء، يعني الناس عادي، يعني مو شيء اشوفه مهم، بس انا مجرد انه طرق عادي احنا نستطلع كل الاشياء علشان يصير في رد حق الناس، لان اتهامات الناس كثيره والواحد لازم يرد عليها لانه له منظور خاص. ادري، بس يعني ما اشوفه وايد شيء كبير، يعني اشوفه شيء عادي، شيء حلو ان الجمهور يعني قاعد عنده اراء، عنده وجهات نظر، ومو شرط كل وجهة نظر يعني تكون هي صحيحة. بس انت عندك موهبة تقليد. تقليد؟ لا ما عندي تقليد، بس ان اقول يعني اللي اسمعه اقوله، بس مو التقليد نفسه في الصوت. تضيفين عليه، إيه يعني طبعاً. تاخذين الروح وتضيفين عليه. احب يعني فيني شغف حق الشيء، احب اسمع الشيء اسمعه، يعني اقوله من قلبي، هذا كل الموضوع. بس يعني مو انا مو يعني الطير بتحول فجأة. طيب نقول ان هل كان صحيح اتجاهك للتلحين كان سبب حادث سيارة؟ ايه. بعدها الحادث، يعني لان انا كنت رياضة، يعني العب رياضة، وبعدين صرت ما اقدر العب رياضة، فكنت طاقتي يعني انه ما اقدر، يعني طول الاسبوع اتمرن والجمعة على البحر، متعودة على الحركة، و3 ساعات طالعين يعني ركض وكذي ففجأة ما تقدرين تسوين الشيء هذا، فيصير في عندك يعني يا تستخدمينه بشيء ايجابي يا انت مع السلامة. فانا بدل ما اصير مع السلامة سويت هذا. حاولت انك تستثمرينه بشيء حلو. اي الحمد بالعكس لله. هذا مكسب لنا ان احنا استمتعنا بصراحة، لكن بعيد الشر عنه ان شاء الله لا يعيد هذا الحادث. نرجع لموضوع الكورال. لو نقول ان بدايتك كانت من خلال الكورال مع كبار المطربين، شو اللي استفدتي في هذه التجربة والمرحلة هذه؟ هو عموما يعني في الوسط الفني عموما، انا مو بس في الكورال، يعني في اي شيء انا اي احد صادفته في حياتي، صادفته في مرحلتي من بدايتي لحد الحين، لا فضل علي. سواء الشخص كان كبير او كان صغير، مو بالاعمار او مو باللي قدموه، لكن انت تاخذين خبره تكتسبين كل واحد يعرف شغله تتعلمين منها. الفرق انه في شاطر يلقط الشغله يكون انه هو حاب، في واحد يقعد بس ما يركز في الشيء. انا احب القط الشغلات. وتكسبك معرفه بالنسبه للناس، هذا الشيء يعني تعاملك معاهم يمكن هذا اللي خلاك تكسبين التعاون مع الفنانه نوال الكويتيه بانك تنحنين لها؟ لا هو صار هم صدفه. انا كنت وقتها يعني اوج الطاقه، كانت عندي طاقه الانفجار، يعني في اليوم الحن 7 8 مستحيله، كنت يعني اقعد الحن بشكل كبير واقعد اوزع على الكل. ادز، فما كنت اعرف ارقامهم، فكان عندي ايميلات، اي شيء كنت يعني اللي احصله ادز لهم، عاد كان فويس ميل، كان ايميل، كان المهم ان انا كنت ادز بشكل كبير ومن غير ما اكتب شيء ترى، بس كنت ادز.
يعني ما كنت اقول يعني هذا لحني وكذي او انا فلانه من غير ولا شيء. طيب بعد الفاصل راح نعرف أي الأغنيات صدفت وشبكت ودخلت على الخط، فبالتالي أصبحتم تعرفون الأنين من خلالها. هتمنى له الخير، إيه يعني يفوتني وينساني، وهو ياما اتحمل علشاني، وهو ياما كان قلبه عليا. أتمنى له الخير، وهو قبل ما يجرحني دواني، كان عمري كان هو زماني، كان قلبي وروحي وعناي. هفتكر له حاجات كتير كانت ما بينا، هفتكر أيام هوانا والخطاوي اللي في طريقنا، هفتكر له حاجات كتير كانت ما بينا، هفتكر لحظة له أنا والخطاوي اللي في طريقنا، هفتكر له ولحظة الجرح في عيوننا، هفتكر أيام كتير وأتمنى له يعني اللي أعرفه أن الواحد يحس بتلحينه فيؤديها. أنت ما لحنتي هذه الأغنية، لا. فشلون تأدينها بإحساس الملحن؟ يعني اي شخص تحبينه تحسينه، يعني انا حاستها يعني فقلت تحبين أنغام؟ اي وايد. يعني أنت توافقين أن المطربين في شيء ينحب وفي شيء ما أقدر أنا أحبه لأن كل واحد له ذوقه طبعا. لكن في ناس تعارض، أنت من صدقك ما تحب فلان أو ما تحبين فلانة، وجهة نظرك في هذا الموضوع؟ هي هو شويه تصير ساعات لما انت تحبين شغله وايد يصير انت شويه منحازه حقها، نفس ما انت مثلا تحبين غنفتك هذه، انا احب هالغنفه صح. احد جاب غنفه ثانيه، لا ما ابي، لا هذه الغنفه هي الصح. نفس الموضوع، فالواحد يصير لما يصير في عنده حب ما يقدر يصير، فبس ساعات تصير انه يروح حق انه اوكي انا احب هذا الشخص او احب هذا الفنان، انت اوكي انت قول هو واحد، هو اول واحد، هو كل شيء، هو احسن واحد، بس قول احسن واحد، كملها في جمله احلى، اجمل واحد، احسن واحد بالنسبه لي. صح. عشان لا نمحي اراء الناس. أكيد أكيد. ليش تعاون مع أنغام؟ انغام اي شلون؟ انغام الامانه هي يعني ما كانت لها الاغنيه، يعني كانت فنانه ثانيه وكانت المفروض تنزل معها، بس لظروف خارج عن ارادتها وشي ما نزلت في الالبوم. يعني الشاعر هو يعني الامانه هو اللي سوى الموضوع مو انا استانست واحده يعني هني الخبر وهي. كانت لي فنانة وايد تلبس أحمر؟ فنانه وايد تلبس احمر؟ انا مو ملاحظه الصراحه اللون، بس هي كليباتها وايد تلبس أحمر. يعني ما دققت للامانه، بس يعني فنانه يعني حبوبه وصوت صح. جميل جدا. صح. من لبنان؟ من لبنان؟ لا مو من لبنان. اوكي، عيل واحده ثانيه. اوكي طيب. لا انت قصدك هو في بينهم صح، هو صار انه كان ممكن يكون حق ام احمر. حق اللي احمر. بس هي ما كانت متسويه حق ام احمر. وعسل ترى ام احمر بعد احبها. بالضبط. طيب شنو الاغنيه وشلون كان اللقاء بان تتفقون على هذه الاغنيه؟
الاغنيه نفسها. الاغنيه والله الشاعر قال لي ان الفنانه عندها هذا النص وحابته، وقال لي لحني. فانا قال لي ان هذه كانت يمكن اخر اغنيه ولا شيء كذي. فانا اوكي يلا هذا النص عاجبها ولحني لحنته. طيب بالنسبه يمكن لو ارجع شوي للفنانه نوال الكويتيه، زوجها ملحن يعني مشعل العروج معروف طبعا. فما يتدخل بالنسبه لانك اعطيتيها لحن على اغنيه معينه، ما تدخل في هذا اللحن مثلا؟ اصلا اقول لك شيء، يعني هو اساسا يعني نوال سمعت بسبة مشعل، يعني هو اللي ساعدني بالموضوع. اوكي امانه. يعني هو اللي سمعها اللحن؟ لا هو مو سمعها هذا اللحن، بس هو يعني بعد ما انا كنت قاعده ارسل الفيضانات مرات يعني القايدات وكذي، يعني الحمد لله انه رد علي وكذي، وشفته في الاستديو التقيت فيه وسمعته، وهو يعني قال حق نوال. طيب انت ترسلين الجايد بمعنى انه يتم توزيعه على كيبورد وكذا وشيء بسيط وترسلينه؟ مو كلهم. اول كنت كنت نعيب يعني كيبورد، وساعات نحط بيت على حسب الاغنيه تكون شنو متطلبه. في ساعات اغنيه تقدرين حتى تدندنينها بس كذي توصل. بس في اغاني معينه تكون مثلا فكرتها في كورالها او في فكر معينه انت حاطتها ببالك، ثيم صح. بسيط. هو ترى ساعات اصلا اذا زودتي الشغلات تروح الحلاوه. انه ليش انا يعني راح اسوي مربع اسكر فيه المساحه حق الفنان انه يسمع، يعني يتخيل، لانه بس راح يتخيلها في المربع اللي انا رسمته. بس لما احط مثلا بس بيانو ودرامز شيء بسيط، هو يتخيل اللي يبي. انا اتخيل ورا صيف شتاء ابي كذي، بس ليش احط له انا الصيف اقيده بمكان معين؟ احسك ترسمين لوحه لما تلحنين. اي انا شيء صح. حلو، ايش راح اسمع؟ نسمع كله منك. هو كله منك صراحه. لا كله مني والله. كله منك ولا أنا والله ناوي إني أرجع لك، ولكن ما صبرت. ترارارا كان ودك إن تعرف كم يساوي حبي في غيابي، وانت اللي نكرت. ترارارا عيا شعوري ينتظر منك رجع، جاب شوق وما درى انك في تهين، وانت بكيفك بس تحكم بالوفاء، بالخيانة تتهمنا الله يعين. عيا شعوري ينتظر منك رجال، جاب شوقه ما درى انك في تهين، وانت بكيفك بس تحكم بالوفاء، بالخيانة تتهمنا الله يعين. تا 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 تبيراريراريرا تا تا تارارارا تابا تاريراريراريرا تيراراريريريريريريري. بلونة حق المشاهدين يعرفوني راح يعرفون السالفة. انا وايد كنت احب انه يكون في مقطع غنى بدندنه، يعني وايد كنت انطر بين كل كوبليه والثاني انه تقولين تا تا تاريرا، يعني احس انه فعلا في احساس ما نقدر نكتبه. صح. فينقال في جمل موسيقيه ترى بالضبط نفس انا مشاعري، انا لاني اساسا مو دارسه، فبالغصب يعني حتى اول لما بلشت كنت اني الحن بصوتي، ما كنت اعرف. بس لما كنت اشوف بالتلفزيون واشوف يعني اصدقاء وكذي، اشوف اصابعهم، فبعدين بالسمع قمت انا اشير وكذي
واللي يطلع معاي اسويه. فساعات يكون في شيء ببالي يعني ابي اطرحه، فما اعرف اقوله، يعني ما اقدر اقول له مثلا المسميات اللي هم يستخدمونها، فاسويه بصوتي. يعني ساعات مثلا اقول حتى اعصب على الموزع، اقول له لا لا شنو موسيقى يعني فيلم، بس انه يعني مثل ما تعبر انت يعني اكون احط الانترو، اسوي تحت الموسيقى شنو مفكره، السولو، القفله، بس مو بكل مره طبعا، في ساعات وايد هم يساعدوني الموزعين، بس الاغلب يعني انا احب ان من اول شيء لاخر شيء ابي هذا وابي هذا، وافكر كذي والثيم كذي، لأن أحب الثيم، أحب قصة، ترى أسويها مثل ستوري بورد. بالضبط، هذا اللي قاعد يوصلنا. فأنا مو مطربة، ترى أنا فنانة. إن شاء الله تدوموا منها للأعلى إن شاء الله. لكن حسيتوا في كل الكلام اللي قالت موزعين، هل تغير الموزعين بين فترة وأخرى؟ وكم واحد كانوا من الموزعين، ولماذا المزاجية في اختيار الموزع؟ لا خطوينا وراها لقى، وانت لاقيناه انت لاقى بشقاه. ولا خطوينا وراها لقى، وانت لاقيناه انت لاقى بشقاه. لازم واحد فينا يضحي، يكسى وينسى الذكرى ويمحي. مهما دمعك هل بيدي وبيدك يبقى الحل. مهما دمعك هل بيدي وبيدك يبقى الحل. إما بجرحك ولا بجرحي، لازم واحد فينا يضحي. مشكورة ذكرتيني الكلام. هو اللي بيضحي اكيد، لازم يتنازل الرجل شوي ويضحي، علشان المرأة وايد عانت يعني. تحية لأبو خالد، الله يذكره دوم بالخير يا رب ويطول لنا بعمره. راح يصدر ايضا سنجل جديد، راح يكون في الساحة. يعطيك الف عافية يا ابو خالد، استاذ عبد الكريم عبد القادر. ما استغنى عنه طبعا. اكيد. نقول انه يمكن الصوت الجميل دائما يحسس الانسان باللي داخله. هل انت تحسين في الكلام عشان كذي قاعد يوصل للناس صح؟ يعني اتاثر فيه، اتاثر فيه واعيشه وادمع ساعات كذي. يعني تدخلين الحاله. اي يعني عشان كذي ساعات حتى لما اللحن يطول وايد عندي، او ان اكون قاعده انفذ شغله وطولت وايد، مشاعرها مو اول ما اكون يعني اول ما سويتها، اول ما سويتها عادي باكيه، يعني اعيش الحاله وايد يعني بشكل مو طبيعي. يعني اذا نزلت اغاني ورا بعض نحس ان انت حاله انهيار. لا هو عموما انا ما ادري ايش حقه يعني يجذبني الكلام يطلع كله حزين. طيب وصلتي للفنان عبد الله الرويشي، كنت اعرفك، شلون تمت؟ كنت قاعده اسجل كورال. اوكي. يعني كنت مقدمت له عمل كان مخلص، هو الالبوم اللي قبله كنت بقدم له، كان مخلص، كنت هم قاعد اسجل كورال. فالسنه اللي وراها لما هم سجلنا له كورال مع الفنان عبد الله الرويشي. اي اوكي، مسي عليه بالخير. فلما واحنا قاعد نسجل كان يقول لي وين اللي كنت بتعطيني اياها، يلا خل اسويها. فقلت له لا ما ابي، انا انت بتاخذ مني يعني بسوي لك شيء، انا يعني بسوي شيء ثاني، ما ابي هذا، ما بنزل بكذي. فقال لي عندك وكذي عندك كلام؟ قلت له اللي عندي ملحن يعني. فهو بتليفونه دز لي مسج النص، ونفس اليوم لحنته. نفس اليوم. يعني في اشياء تطلع في نفس اليوم وفي اشياء تطول. هو على حسب، يعني مثلا خاطري نفس اليوم مع نوال.
خاطرك تغني منها مقطع؟ اي اوكي يلا. خاطري الليلة سولف حاسس بقلبي كلام لو تحبني يلا اسهر لو تحبني لا تنام خاطري الليلة سولف حاسس بقلبي كلام لو تحبني يلا اسهر لو تحبني لا تنام خاطري يعني ما تقدر تحمل تنتظرني لين أكمل ضاق صدري وأنا أحكي كل ليلة للظلام فيني أشياء بخاطري مقدر أحكيها لغيرك فيني زحمة من مشاعر تنتظر رحمة ضميرك يتلاثم صداها وصرخه ما أعرف مداها وكلمة مخنوقة في صوتي ما تخليني أنام. تدرين أقول إياها بالأمانة هذه من الأغاني اللي فعلا ما تخليني أنام جد. لو سمعتها أحس إنها تخاطب ترى من الأشياء اللي أقطع كلامك بخير لها فضل ترى بنت يعني حنين بنت نوال هي السبب. إيش معنى؟ كانت تستانس على الأغنية تنام. يعني عندها صوت أمها أكيد يعني كانت هي صراحة خوش واسطة. حبيبتي لا حنين. للأمانة يعني من هذه الأغنية فيها إحساس يمثل حديث نفس كأن في نفسك سالفة تبين تسولفين حق نفسك وانتي قادرة وتمثل الشخص اللي يبي يسولف حق شخص آخر ومو قادر وتمثل بين شخصين قاعدين يسولفون بس هم مو فاهمين بعض. يعني تمثل وايد حالات صح. موجودة في المجتمع الحالي. فأنا يعني أشكر المثلث الرائع اللي جمعكم عشان توصلون هذا الإحساس برئاسة أم حنين. يعني أنا بصراحة استمتع بإحساسها بالذات في هذه الأغنية. والله أشكر اللي كانوا يعني أستاذ مشعل العروي والموزع بشار سلطان هم اللي كان لهم فضل كبير في الموضوع هذا. سؤالي الأخير يمكن شوي يضيق الخلق لكن أنا بالنسبة لي يمكن سمعت القصة الناس حابة تسمعها مرة ومرتين للتأكيد. انفصلتي عن سولو ليش؟ والله ظروف يعني ظروف وبعدين هو حلم سويناه مع بعض اشتغلنا فيه بحب والحمد لله طلع للناس بس ما اكتمل يعني ما طول يعني مثل شيء كان بخاطرنا احنا نسويه سويناه مع بعض. اوكي احنا كل واحد راح خط بس مو معناته ان الحلم موجود والحلم موجود بس يعني كل واحد قاعد يسوي حلمه بعد. بس ما لا يمكن انكم تعيدون هذا الحلم بتصويره تصوير الاغاني اللي انتم عملتوها على الاقل تصويره ما ينفع والله ما ادري بس انا طبعا يعني افتخر في الشغل اللي احنا سويناه وايد يعني من الشغلات وبعدين يعني كان من صدق وهو صدق كان حلم بالنسبه لي وكانت بدايتي ما انسى الشيء هذا يعني فمن احلى الشغلات ومراحل حياتي طبعا هو سولو ما انسى الشيء هذا. ان شاء الله تكون دوم احلامك سعيده وان شاء الله تكون دائما التحقق في ارض الواقع حبيبتي يعني انين وانا حبيت الاسم باضافه ال اكثر بصراحه. فواز المرزوق. شكرا فواز على هذا الحلم الجميل اللي انت حققت لنا على ارض الواقع. نبي نختم الوقت بسرعه يمشي ولو ان شوقتيني ان انا اطلع واسمع اغانيك على فكره موجوده عندي باليو اس بي بالسياره. مشكوره حبيبتي حبيبتي شرف كبير. يزيدنا شرف. نبي نسمع اغنيه الختام ونشكر كل من رافقنا بالعزف
على كل الأغاني السولو اللي موجودة معانا اليوم، أو عفوا السنجل اللي موجودة معانا اليوم، أو كانت في ضمن ألبوم أحد الفنان. يعطيكم ألف عافية الفرقة اللي كانوا معانا من عازفين، وأقول تصبحين على خير. تصبحين على خير، أحبكم وايد وشكرا لكل من قاعد يتابعنا. حبيبتي. حسبت أشواقنا غابت نوال تقولها وتدري بأن الشوق لا ما يغيب جمرة من الصعب تطفى ليالي تمر من دونها يضيق الكون